السلام عليكم بنات. شلونكم متابعيني؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبعافية يا رب، وان شاء الله رب العالمين يحقق كل امنياتكم يا رب. طبعا دعوة غريب ان شاء الله تستجاب ان شاء الله، وكل شي تريدون ان شاء الله يتحقق. نبدي فيديونا بالصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومثل ما شفتوا طبعا هذا كان آخر غدا إلي ببيت أهلي، آخر روتين، آخر غدا. وهنا رجعنا، وأكيد راح نرجع روتيننا والحياتنا العادية. ومثل ما هنا أشوفكم السمك مالتنا، السمك الزينة، ولو أني ما حبيته نهائيا، بس هذولا يعني الحمر شوية حلوات، بس هذول السود نهائيا ما حبيتهم. قلت يعني رجلي ما حلوات أبد، يعني ردت هيك صغار وملونات كلش حلوات. دا أشوفكم هاي الحمر على قولة بنتي تقول محمرة هاي السمكة. وفعلا باعوا عليها فعلا يعني محمرة. وطبعا سبحان الله، يعني نرجع ونقول هاي يعني خلقة رب العالمين، باعوا شلون خلقه، شلون خلقها وشلون رسمها. سبحان الله، يعني كل واحد وخلقته، رغم هو الخالق واحد، يعني كل خلقنا، خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق النبات وخلق كل شيء. فسبحان الله. اي بنات، وهنا مثل ما تشوفون دا ألم الهدوم، رجعنا من بيت أهلنا. طبعا لازم غسل الهدوم مال البيت ما طلع من كل شيء. تعرفون الدنيا حارة كلش، فلازم الواحد يوميا يعلق غسالة. اي بنات، واكيد يعني طبعا لازم كل فيديو ارحب متابعين الجدد، والف مليون الحمد لله، الف الحمد لله. دا تكبر قناتي ودا يصعدون المشتركين، والحمد لله هذا بفضل رب العالمين وبفضلكم. ونرحب متابعين الجدد، اقول لهم نورتوا قناتي، وربي يسعدكم ويحفظكم وكل الهلا بيكم. واكيد تشرفوني من اي محافظة كانت وأي دولة كانت، وكل الهلا بيكم. وأتمنى تستمتعون بقناتي وتعجبكم. وإذا كان عندكم مثلا فكرة معينة أو مثلا روتين أو أي شي يعني قولوا لي. مثلا يعني إذا تنظيف روتين، أو مثلا نطلع سفرة هيجي، أو مثلا طبخ، شوف أنتم مش يعجبكم أكثر شي تستمتعون به اكتبوا لي. وأكيد القصص يعني اللي كلش حلوة، والحمد لله بفضل رب العالمين. يعني هذا يعني شغلكم إيمان من عند رب العالمين وهدف ويقين، أكيد أكيد. وأتمنى تستمتعون بالفيديو، وإذا وصلنا لحد هذا الفيديو تقوني بلايك هيجي على السريع، وتعليق حلو مثلكم أكيد. وأريد شكو واحد يتابع، أريد هيجي تعليق من حلو، لأن صراحة كلش أفرح من يجيني تعليق. والحمد لله الحمد لله، هاليومين تصعد القناة مثل ما قلت لكم، وتعاليقكم كلش كلش حلوة. وأكيد من أشوف هيجي تعاليق حلوة محفزة راح أنزل لكم. وإذا صعد أكثر وأكثر يعني قناتي ان شاء الله بين يوم ويوم انزل لكم فيديو. واذا عجبكم هذا الشيء بين يوم ويوم انزل فيديو هم قولوا لي. واذا نبقى مثلا باسبوع مرتين انزل لكم فيديو هم عادي. فحكيت كل هواية، وباكر جمعة طبعا، جمعة مباركة علينا وعليكم ان شاء الله، وربي يحفظكم ويبعد عنكم كل شر ان شاء الله. ومثل ما تشوفون لميت الهدوم وياكم، وهنا نصفط الهدوم. الحمد لله الهدوم أهون من المواعين أكيد. والحمد لله. والله بنات يعني تريدون الصراحة نهار إذا ما كان عندي شغل تعرفون هواية ضوج، يعني ما أعرف تعلمنا هيجي على الشغل على الروتين وأكيد على التصوير وياكم شيء يختلف، يعني إذا تصوير إذا مونتاج كلش كلش يعني تونس وياكم، وأتذكر أكيد تعاليقكم. فالحمد لله على كل حال. وأريد من عندكم هيجي دعوة حلوة إنه رب العالمين يفرجها علينا إن شاء الله. ربي يحقق أمنياتكم يا رب ويحفظكم.
وطبعا بنات لي هنا وما أقدر أكمل لأن القصة راح تبدأ. أتمنى تاخذون من القصص عبرة ومواقف، لأن الدنيا كلها مواقف وعبرة، وأكيد واحد يتعلم. فاستمتعوا القصة، والقصة كلش حلوة ومؤثرة همينة، وإن شاء الله خير. ومثل كل مرة بنات أتمنى هذا الشي، إن الاستغفار والصلاة على النبي والتسابيح، يعني هل تقدرون عليه؟ ما أقولكم يعني إنه تتعبون نفسكم أو هاي، لا، وإنما أنتوا تشتغلون هيجي، استغفروا ربكم ولا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة على النبي، لأن كلش تغير النفسية أكيد، ترتاحون نفسيا. وشغلة ثانية، رب العالمين يستجيب دعاكم وغير من حال إلى حال، وكل شي يغيركم، إذا كان رجلكم، إذا كان أولادكم، إذا كان أمهاتكم، أهلكم، أي شخص قريب عليكم راح يتغير بهاي الأذكار. وأتمنى تستمرون عليها وتبقون يعني مستمرين عليها، لأن رب العالمين يفرج عليكم. وإن شاء الله تعجبكم القصة، ونروح للقصة. وأني لي هذا وانتهى الفيديو مالتي، وأقول لكم مع السلامة وباي باي. اللهم غيرني للأفضل في سلوكي وحياتي وقراراتي واختياراتي قبل مماتي. اللهم امنحني سكينة النفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم حبايبي، أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو جديد وأمل جديد بالله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العظيم أن يرزقنا اليقين الكامل التام به يا رب العالمين. اليوم حبايبي معنا موقف عظيم مؤثر جدا حبايبي، راح تتغير حياتكم بإذن الله تعالى لو طبقتم ما سأقول بإذن الله تعالى في هذا الفيديو. قصص فيها عبرة ومواقف ستبدل حالكم من حال إلى حال، وستلاحظون الفرق بإذن الله تعالى في حياتكم في وقت قصير جدا. الأخوات اللي حابة ربي يبدل حياتها وأحوالها، أقول لك أن هذا الفيديو لك أنت بالذات، سواء زوجات، أمهات، بنات، أيا كانت. فهذا الفيديو لكل امرأة ولكل أنثى تتمنى أن تكون سعيدة في الدنيا وفي الآخرة، بدون هم، بدون تعب، بدون مشاكل، بدون أحزان، بدون ديون، بدون قلة في الأرزاق، وسيزول الفقر بالكامل بإذن الله تعالى. لكن حبايبي، قبل أن أبدأ في هذا الفيديو بطلب منكم دائما أنكم تدعوا أنه ربي يرزقكم اليقين، لأنه اليقين هو أساس استجابة الدعوات. فدائما حبايبي نتوكل على الله ونحسن الظن بالله. الموقف اللي معنا حبايبي اليوم إن شاء الله فيه فائدة لكثير من الأخوات. طبعا كل أنثى على وجه الأرض تتمنى إنها تكون سعيدة ومستقرة في حياتها، ما في عندها هم أو حزن. فهذه الأخت من الأخوات اللي كانت تتمنى إنه ربي يسعدها في حياتها، لكن للأسف مثل ما بتحكي أنا منحوسة، أو أنا ما إلي حظي معروف من يوم من خلقت على هاي الدنيا، وأنا بعرف حظي. أهلي كانوا يحكوا لي أنتي وجهك شر علينا. فانزرعت هاي الكلمة في راس هاي الأخت أو في عقل هاي الأخت، فكانت كل حياتها عثرات، كل حياتها أزمات. يعني لو أشرح لكم موقف هاي الأخت أو الشعور اللي كانت تشعر فيه هاي الأخت، ما راح أقدر أوصل لكم الصورة أو الوصف اللي وصفته هاي الأخت. ما علينا، إن شاء الله ربي يصلح حالنا وحالهم جميعا، وخصوصا الأهل اللي دائما بيحاولوا يهبطوا من معنويات أولادهم أو إنهم يهدموا أحلام أولادهم. فبتحكي هاي البنت: طول عمري عايشة وأنا بعرف إنه حظي منحوس مثل ما بيحكوا لي أهلي، وبسبب هاي الكلمات اللي كنت دائما أسمعها تزوجت وأنا عمري 19 سنة. زواجي ما استمر 3 شهور، رغم أني تزوجت عن حب وعن قناعة، والإنسان كان قمة في الأخلاق والأدب معي، لكن كنت عايشة على أساس أنه أنا ما راح أكون سعيدة، لأنه معروف حظي معروف. فربي سبحانه وتعالى ما بنحكي إلا الله قدر أنه هاي الإنسانة تنفصل عن زوجها الأولاني. فبتحكي رجعت لبيت أهلي، وزادت الكلمات وزاد التجريح وزاد التحطيم في معنوياتي أكثر وأكثر وأكثر. وبعد طلاقي هذا اتأكدت 100% إنه فعلا أنا إنسانة شؤم مثل ما بيحكوا إلي.
طيب، عشت في بيت أهلي 3 سنوات، بتحكي بعد طلاقها، وربي رزقها بزوج ثاني. يعني شايفين يا جماعة أنه ربي كريم، ربي ما بيترك إنسان إلا وبيعرف أنه هذا الإنسان يحتاج كذا، هذا الإنسان يريد كذا، فالله يعطيك على قدر يقينك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى. فهي الأخت كان عندها إيمان لكن قليل بالله، فربي رزقها بزوج، كان هذا الزوج عنده ولدين وبنت وزوجته مطلقة. فبتحكي عشت معاه سنة كاملة، لكن بعد السنة حصل بيني وبين أولاده مشاكل. الأولاد بطلوا يتقبلوني، مع إنهم في البداية كانوا متقبلين إني أكون زوجة أب وفي مثابة أم إلهم، وفعلا كنت بعاملهم كأنهم أولادي، يعني ما كنت أحسسهم إني زوجة أب. ما بعرف بعد سنة تغيرت كل حياتي. المهم وصلت بين الأمور إلى حد النهاية، فربي شاء وقدر إني أتطلق للمرة الثانية. رجعت لبيت أهلها، متخيلين يا جماعة؟ طلاق أول وطلاق ثاني، وقبل الطلاق كان في تنقيص أو تقليل من القيمة أو إحباط. فالمهم بتحكي هاي البنت: فقدت الأمل من السعادة، فقدت الأمل من الحياة، أصبحت في نظر أهلي والناس اللي أنا عايشة معهم إني قليلة أو ناقصة، غير الكلمات والتجريح اللي زادت أكثر من السابق. فكانوا يحكوا لي: أنتي آخرتك رح تضلي في البيت تجلسي خدامة لنسواننا ولبناتنا. فهي الكلمة حسيتها وجعت، يعني جرحت مشاعر إنسانة، إنه الأهل يوصفوا بنتهم أنها خادمة أو أنها رح تضل خادمة. أين كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصى بالنساء؟ إن شاء الله ربي يهدي الناس ويصلح حالهم وأحوالهم يا رب العالمين. فبتحكي صار معي مثل يعني نفسيتي تعبت لدرجة كبيرة جدا جدا. وآخر شيء قررت بعد استشارة إحدى الصديقات كانت مقربة مني جدا جدا إني أزور طبيب وأحكي له عن حالتي، يمكن يعطيني شيء، يمكن نفسيتي ترتاح. وفعلا زرت طبيب. فهذا الطبيب كنت كل فترة وفترة راجع عنده وكنت متواصلة معه، فكان يعطيني كلمات، يحكي لي أمور يعني كانت تشجعني وتعطيني أمل بهاي الحياة. من ضمن هاي الكلمات، وعلى فكرة هذا الدكتور كان إنسان ملتزم، يعني بذكر أثناء فترة العلاج، بذكر بذكر الله، بذكر بقراءة القرآن الكريم، غير عن الدكاترة الثانيين. يعني في جانب ديني في الموضوع. فنصحني إني أقرأ سورة البقرة، وإني أستغفر، وإني أتصدق، وإني أدعي لربي في السجود. في البداية استغربت كيف دكتور بيحكي لي هذا الكلام، لكن بعد كلامه عن هاي الأمور تشجعت، وبدأت أبحث عن القصص والمواقف عشان أتشجع أكثر وأكثر. فالحمد لله زاد يقين وإيماني بربي سبحانه وتعالى، وبدأت رحلتي مع الأذكار والتسبيح، وما زلت مستمرة مع الدكتور. كنت أخذ علاجات عشان أعرف أنام في الليل، لأنه كانت تأتيني حالات كنت أظني مستيقظة لغاية ما يطلع النهار. فبتحكي بهاي الفترة أنا كنت بدعي في سجودي: يا رب إنك ترزقني بإنسان أرتاح معه. وفعلا بعد التزامي بالسورة اللي ذكرتها اللي هي سورة البقرة، ربي رزقني بإنسان. ما بحكي إلا الحمد لله على كل حال. تمت الخطوبة طبعا بعد ما استخرت مرة ومرتين، لكن ما كنت مرتاحة بالاستخارة، ورأيت رؤية، هاي الرؤية ما كانت مطمئنة، لكن من شدة الظروف اللي كنت عايشة فيها أو من الكلام اللي كنت بسمعه، حاولت أقنع نفسي إنه هذا الإنسان راح يكون إلي معه حياة، أو إني راح أكون سعيدة معه. وكتبنا الكتاب وتمت الأمور. لكن في فترة الخطوبة قبل الزواج بأسابيع قليلة حصل بيني وبينه خلاف. الخلاف على أمر مهم جدا، يعني هذا الأمر يمكن كأنا امرأة ما راح أقدر أتكلم عن هذا الموضوع. هذا الشخص في حياته أمور خطأ. فاستخرت مرة ثالثة وقررت إني أفسخ الخطوبة، وفعلا فسخنا الخطوبة. لكن في هاي المرة حصلت مشكلة كبيرة بيني وبين أهلي، حتى أن أخوي اضطر إنه يمد إيده علي. متخيلين إني أنا متزوجة مرة أو مرتين، واللي مثلي عندهم أولاد وعندهم بنات وفتحين بيوت،
وأخوي يمد إيده علي، ومع ذلك أول مرة ما أتأثر في الكلام اللي حكاه أو بالإهانة اللي تسبب فيها إلي. مباشرة رحت وتوضيت وصليت وركعت لربي. طبعا هي صلت ركعتين حاجة، كنا يا جماعة بنعرف صلاة الحاجة أو صلاة بنية قضاء الحاجة. وبتحكي طولت في السجود يمكن نص ساعة وأنا ببكي بدعي لربي، يا رب أنا تقربت إلك إنك تجبرني جبر عظيم، إنك تعوضني عوض كبير الكل يستعجب منه. يا رب ترزقني بإنسان الكل يتمنى يكون زوج لبنته، يعني في كل الصفات. تقول هذه الأخت اللي مرت بهاي الظروف إنه ما مر 3 أيام إلا وفي شخص بيتصل على والدتها قريب لهم من بعيد. هذا الشخص ميسور الحال، أموره ممتازة، متعلم، عنده يعني الأمور اللي كل ست بتتمناها أو كل أنثى بتتمناها. سبحان الله تمت الأمور وتم الزواج. تقول هذه الإنسانة أنا إلي 2 متزوجة معه وربي رزقني في بنت. الكل يتمنى أن يكون هذا الزوج من نصيب بنته أو من نصيب أخته. ربي جبرني جبر عظيم ببركة أول شيء الدعاء والتقرب إلى الله، وخصوصا الدعاء في السجود بانكسار وتذلل لله سبحانه وتعالى. وأيضا شفت التغيير بعد سورة البقرة والاستغفار والصدقة. أنا كنت بتمنى إني أكمل دراستي لكن أهلي ما سمحوا لي، بما إنه أنا منحوسة مثل ما بيحكوا أو أنا شؤم عليهم. فسبحان الله هذا الشخص قدم أوراقي والآن أنا في دراستي. يعني هاي الإنسانة بتدرس جامعة وهي متزوجة بعد طلاق 3 مرات. بتحكي هذا الإنسان اشترى لي بيت كتبه باسمي، وهذا الإنسان وعدني إذا تخرجت إنه راح يجيب لي سيارة. بتحكي كمية السعادة اللي أنا عايشة فيها لو أوزعها على كل الكون راح تكفيه وزيادة. فالحمد لله الذي هدانا للدعاء ولقراءة القرآن فبحكي لكل صبية لا تخلي كلام الناس يأثر عليكي أو إنه يغير نفسيتك. الحظ من الله والنصيب من الله، فشو بدنا بكلام الناس وحكي الناس؟ نفرد سجادة الصلاة ونصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وندعي في السجود، وما علينا من كلام الناس. ربك قادر مقتدر. ما تحكي لي أنا إنسانة منحوسة أو إنسانة ما إلي حظ، أنا بعرف حالي بعرف حياتي. لا، غيري فكرتك عن الله عز وجل، عن قدرة الله وعن نفسك. ارفع من قيمة نفسك، انت بينك وبين نفسك قيمي نفسك، والله ربي بحبك وراح يعطيك ويرضيك على قدر إيمانك فيه. يا رب موقف هاي الأخت يكون زرعة أمل للأخوات اللي مرت بمثل هاي الظروف. فإن شاء الله يا رب كلكم أخواتي حبيباتي اللي بتتابعوني في القناة ربي يجبر خواطركم وخواطرنا والكل يبشرني يا رب العالمين. فحبايبي لا تنسوا وضع لايك للفيديو وعمل شير كي يستفيد الناس وأجركم على الله. وإذا أول مرة بتشوف القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة، يشرفني وجودكم معي. أهلا وسهلا بكم جميعا متابعين القدامى ومتابعيني الجدد، فيا رب ما يحرمني منكم. فحبايبي بنختم هذا الفيديو كالعادة بالدعاء لي ولكم ونقول اللهم فرج هم كل مهموم، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي دين كل مديون، اللهم يسر زواج بنات المسلمين وشباب المسلمين وباعد بينهم وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزق كل محروم الذرية الصالحة. رب اغفر لوالدي وارحمه وأحسن إليه، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. دمتم بحفظ الله ورعايته، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.